السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنكمل سلسلة تعلم المصطلحات العامية الجزء السابع. ما تنساش لو أول مرة تشوف المحتوى بتاعنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. أول مصطلح معانا هو كلمة ما تكسلش. في حد قدامي مكسل يقوم ينزل التمرين، مكسل يعمل واجبه، مكسل يعمل شغله، زي don't be lazy اللي هو ما تبقاش كسول. ممكن أقول عليها don't slack. don't slack يعني ما تكسلش. don't slack. نروح للمصطلح اللي بعد كده وهو سرك في بير. أمنت شخص معين على سر معين فهو بيطمني وبيقول لي ما تقلقش سرك في بير، يعني مش هيقول لحد. وبرضه في الآخر بيرجع يقول يعني إيه بقى سرك في بير؟ My lips are sealed. My lips are sealed. تاني my lips are sealed يعني سرك في بير، ما تقلقش مش هقول لحد. في آخر لحظة، تمام، في آخر لحظة لحقت القطر، في آخر لحظة لحقت الاجتماع مثلا، يعني in the nick of time. in the nick of time. in the nick of time يعني في آخر لحظة. المصطلح اللي بعده بيقول لي إكراما لي أو علشان خاطري. اعمل الشيء ده إكراما لي، سامحه علشان خاطري، أو إكراما ليا، ساعدني إكراما ليا مثلا في الايه في الشغل بتاعي او ايا كان. معناها ايه بقى؟ for my sake. for my sake. ادخل في صلب الموضوع. في شخص قدامي عمال يقول لي مقدمات كتير جدا عن موضوع وخايف او مش راضي يدخل في صلب الموضوع ويتكلم في الموضوع الاساسي، فانا هقول له لو سمحت ادخل في صلب الموضوع على طول، يعني get to the point. get to the point. get to the point يعني ادخل في صلب الموضوع على طول. طيب انا هستفيد ايه؟ الموضوع ده انا هطلع منه بايه؟ انا هستفاد منه ايه؟ العرض بتاعك ده مثلا what's in it for me. what's in it for me يعني ايه وجه الاستفادة ليا في الموضوع ده. what's in it for me يعني انا هستفيد ايه. طيب نروح بعد كده. ما تغرينيش، لا تغريني بالمرتب الكبير اللي انت بتعرضه عليا، ما تغرينيش بأي شيء آخر، تمام؟ يعني don't tempt me. don't tempt me. don't tempt me. في العجلة الندامة يا صديقي. ما تستعجلش وانت راكب العربية وتسوق بسرعة. ما تستعجلش وانت بتحل الامتحان بتاعك، لأن يا صديقي العجلة الندامة. يعني ايه بقى في العجلة الندامة؟ haste makes waste. haste makes waste يعني في العجلة الندامة. ما تستعجلش يعني. المصطلح اللي بعد كده هو واحدة بواحدة. تمام يا صديقي، اللي انا عملته ده كان رد عليك للي انت عملته قبل كده، وكده نبقى خالصين واحدة بواحدة. واحدة بواحدة يعني ايه؟ tit for tat. tit for tat. tit for tat. طيب حظا موفقا. حظا موفقا او حظ سعيد او حظ افضل المره الجايه اللي هي break a leg. break a leg. بتمنى حظ موفق لشخص قدامي فبقول له break a leg my friend يعني حظ موفق يا صديقي. بكده نكون خلصنا حلقه النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد وفاد الجميع. وما تنساش لو اول مره تشوف المحتوى بتاعنا تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.